بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمالك فاز على الأهلي النهاردة 2-1 في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري العام، ودي القمة رقم 127، وفاز فيها الزمالك على الأهلي 2-1. سجل الأهداف في الدقيقة 45 الجزيري، وفي الدقيقة 73 أحمد عبد القادر تعادل، وعاد الجزيري في الدقيقة 90 أو بلس 90 وسجل هدف الفوز للزمالك لتنتهي المباراة 2-1 لصالح الزمالك. ودي المرة الأولى أو من 21 سنة لم يفز الزمالك على الأهلي في الدور الأول. من 21 سنة الزمالك ما فازش على الأهلي في الدور الأول. طيب، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونرجع لأحداث المباراة. الأهلي بدأ المباراة بمصطفى شوبير في المرمى، والدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول. خط الوسط أحمد نبيل كوكا، مجدي قفشة، كريم ندفد. خط الهجوم طاهر محمد طاهر، موديست، عمر كمال عبد الواحد. الزمالك بدأ اللقاء بجون كيبر محمد عواد، وخط الدفاع من اليمين للشمال عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح. خط النص نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد. خط الهجوم زيزو، أحمد مصطفى زيزو، وسيف الجزيري، وناصر ماهر. الحكام القمة كانوا إبراهيم نور الدين حكم الساحة، والمساعدين بتوعه سامي هلهل وهاني عبد الفتاح، وحكم الفار محمد عادل. كان الحكم الرابع أحمد الغندور. خطورة من بداية المباراة، امتلاك الكرة واستحواذ للنادي الأهلي وضغط عالي، والأهلي كان ماسك مستحوذ لكن بدون فايدة. فرصة للزمالك في الدقيقة 7، الدفاع ينقذها عن طريق رامي ربيعة. ربع ساعة الأولى بينتهي باستحواذ وخطورة للأهلي وانكماش للزمالك وهجمات سريعة وخاطفة. الدقيقة 19 تغيير اضطراري، أحمد مصطفى زيزو أصيب ونزل بدلا منه متيابة. استحواذ في الشوط الأول كان 52% للأهلي و48% للزمالك، لكنه استحواذ بدون فاعلية أو بدون إحراز أهداف على المرمى. ركنية أولى في اللقاء كانت في الدقيقة 33 للزمالك. في الدقيقة 35 بريك كول، وفي الدقيقة 45 جول للجزيري من لحظة توهان وسرحان من دفاع النادي الأهلي، وصلت للجزيري من ناصر ماهر. أول مرة صدها مصطفى شوبير، رجعت له تاني حطها في الجون لتصبح النتيجة بنهاية الشوط الأول 1-0 لصالح نادي الزمالك. وقت ضايع كان 4 دقايق، وانتهى الشوط الأول زي ما قلنا بنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك. كولر لحق نفسه في بداية الشوط الثاني، عمل تغييرات، نزل السولية بدل من كريم ندفد، نزل وسام أبو علي بدل من موديست، المهاجم الفذ العملاق بتاعنا اللي ما حسيناش بيه في الشوط الأول، أو يعني ما كنش متجنن عليه ولا ظلمه لو قلت إن الأهلي كان بيلعب 10 في الشوط الأول مقابل 11 للزمالك. تغيير تاني بين الشوطين رضا، أو تغيير تالت رضا سليم بدلا من طاهر محمد طاهر، يبقى نزل السولية وسام أبو علي ورضا سليم. الزمالك عمل تغيير تاني
مصطفى الزناري بدلا من أحمد فتوح للإصابة. دي بعد بداية الشوط الثاني. في الدقيقة 53 خطأ دفاع كبير وضربة جزاء ضد محمد عبد المنعم، لكن الفار لغاها وانذار للجزيري للتمثيل. يعني الجزيري كان بيمثل ان محمد عبد المنعم عرقله في منطقة الجزاء، والفار نصف الاهلي ومحمد عبد المنعم، والجزيري خد انذار. في تغيير في الدقيقة، ناصر منسي نزل بدل من عبد الله السعيد، ومحمد شحاتة نزل بدلا من احمد حمدي. تبديل تاني في الاهلي، احمد عبد القادر بدل من محمد هاني، واصبح عمر كمال عبد الواحد باك يمين، وبقت جبهة خطيرة جدا. في الدقيقة 73 بعد سلسلة من فرص كتيرة ضيعة واستحواذ للأهلي، في الدقيقة 73 هدف التعادل أحمد عبد القادر على الطاير، جون جميل من سلسلة تمريرات واستحواذ كبير للأهلي. أصبحت النتيجة 1-1. أصبحت النتيجة 1-1. في الدقيقة 75 تغيير للزمالك، سيف جعفر نزل بدل من ناصر ماهر. والدقيقة 88 الجون الثاني للزمالك عن طريق سيف جعفر لتصبح النتيجة 2-1. دقيقة 90 كهربا نزل بدل أحمد نبيل كوكا، وتنتهي المباراة 2-1 للزمالك. لكن لما النتيجة أصبحت 1-1 لقينا إن الأهلي اندفع بكل قوته للهجوم، على أمل إن هو يعني لعيبة الأهلي معتبرة نفسها إن لازم هتكسب وإن المكسب مضمون، فاندفعوا لدرجة إن في بعض الهجمات كان بيبقى في الدفاع 2 من الاهلي عليهم 3 أو 4 من الزمالك في هجمه مرتده سريعه. وده اللي حصل في الجون الثاني، كان 2 زملكاويه او 3 على 2 من دفاع الاهلي، ثم اصبحوا 4 ابيض على 2 احمر. والجون الثاني جه بالطريقه دي. يعتبر خطأ في التمركز، ولازم كولر يعيد حساباته، لان احنا لسه في بدايه الدوري، فلازم يعيد حساباته ويشوف نمرة 1 هل الطريقة دي مجدية معاه وهتنفع معاه، الطريقة اللي هو بيلعبها 4-2-3-1، لأن ما عندوش رؤوس حربة، ما عندوش يعني ما عندوش كثافة عددية في منطقة ال18. كل اللعيبة المهارية الحريفة اللي في النادي الأهلي إجناب، ف يعني ممكن يلعب 4-2. يعني شوف ايه الطريقة اللي هي تساعده في الحفاظ على تقدم الاهلي، والحفاظ على او انه يقدر يكسب المطوشة الباقية، لان عنده افريقيا، وافريقيا مهمة جدا. لازم في نهاية الدور الاولاني يكون يا الاول يا الثاني عشان يلعب في بطولة ابطال افريقيا لابطال الدوري. والقادم افضل ان شاء الله، ان شاء الله للزمالك. ونقول مرة تانية القادم افضل للاهلي، ونقول مبروك للزمالك، فوز كبير عريض. من 21 سنة الزمالك ما فاز على الاهلي في الدور الاول، وده هتكون دفعة قوية للزمالك مع المدرب الجديد جوزيه جوميز. وتوفيق للزمالك وحظ أفضل للنادي الأهلي في المباريات القادمة، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم.